السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، آمين آمين يا رب العالمين. وأهلا ومرحبا بكم عبر شاشتكم النقية، شاشة قناة الرحمة الفضائية، في برنامجكم أحكام الصيام، سائلين المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين، آمين آمين يا رب العالمين. أنتم فاكرين ماذا قلت لكم أمس؟ قلت الاعتكاف بارك الله فيكم لغة، الاعتكاف اصطلاحا، مشروعية الاعتكاف بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أركان الاعتكاف. الاعتكاف هل يشترط فيه الصيام أم لا يشترط فيه الصيام؟ بينت أن بعض أهل العلم قالوا لا يشترط فيه الصيام، ثم قلت أن هناك من أهل العلم الآخرين من قال يشترط الصيام، مثل أمي وأمك عائشة، كما ورد عنها عند أبي داود والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح، حيث قالت رضي الله عنه: السنة أن يصوم المعتكف. طيب، الإمام القيم ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ماذا قال؟ قال: لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. بين ذلك في كتابه زاد المعاد، وهذا مذهب المالكية والحنابلة والحنفية، وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة والأوزاعي والثوري، بل إن القاضي عياض رحمه الله قال وهذا هو قول الجمهور وهو الأصح والأرجح. أي نعم. وبارك الله فيك، اعلم رحمني الله وإياك أن خلاصة القول أن أهل العلم على قولين فيما يتعلق بأمر الاعتكاف، هل لابد أن يكون الاعتكاف مع الصيام أم لا؟ فمنهم من قال لا يشترط الصيام مع الاعتكاف، ومنهم من قال يشترط الصيام مع الاعتكاف. احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في الاعتكاف في غير رمضان. أما الاعتكاف في رمضان، أنت تعلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، وأنت تعلم قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر إيه فليصم. وأنت تعلم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأنت تعرف أن قول الله تعالى كتب أي فرض، كما أنه لا يخفاك أن الاعتكاف سنة وأن صيام رمضان فريضة. فأنا أتكلم في مسألة هل يشترط مع الاعتكاف الصيام، أقول في غير رمضان. أما في رمضان فإن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، كما هو معلوم للصغير فضلا على الكبير. طيب، يبقى أهل العلم على قولين، منهم من قال يشترط الصيام مع الاعتكاف ده في غير رمضان، ومنهم من قال لا يشترط الصيام مع مع الاعتكاف. طيب، مكان الاعتكاف، مكان الاعتكاف يا اخوانا المساجد. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. المسجد ايه؟ المسجد الجامع. ماذا تعني بالمسجد الجامع؟ أعني بالمسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة والجماعات. طب لماذا؟ لأنك لو كان هناك مسجد لا يقام فيه صلاة الجماعة، الآذان 5 مرات في اليوم والليلة، فأنت ستضطر أن تخرج إلى مسجد تقام فيه الجماعة. طب ليه؟ لأن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال، فأنت تريد أن تقيم سنة وهو الاعتكاف، لتقيم سنة تضيع فريضة. هل هذا يكون فقها؟ فصلاة الجماعة فرض عين على الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم. فإذا أردت أن تعتكف أيها المسلم الرجل فليكن في مسجد جامع. أعني بالمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة والجماعات. طيب، لو كان مسجد تقام فيه الجماعات ولكنه ليس جامع، يعني هو مسجد وليس جامع، ماذا تعني؟ أعني أن الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقام فيه جماعة ويؤذن فيه، لكن لا تقام الجمعة في هذا المسجد.
أقول لك الأولى والأفضل والأطيب والأحسن أن يكون اعتكافك في مسجد جامع، حتى حينما تأتي الجمعة أنك ستعتكف 10 أيام لا تخرج من مسجدك. طب إن حدث يجوز؟ أيوة يجوز طبعا، لأن صلاة الجمعة فرض عين وأنت من أهل الجمعة فتخرج إلى صلاة الجمعة. فالأولى إيه؟ أن تعتكف في مسجد جامع أي فيه الجمعة والجماعات. طب عرفنا ذلك. طب هل هناك من أهل العلم من قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ الجواب نعم. أولا ماذا يعنى بالمساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام الذي الصلاة فيه ب100,000 صلاة، والمسجد النبوي الذي الصلاة فيه ب1000 صلاة، والمسجد الأقصى الذي الصلاة فيه ب250 صلاة، وفي رواية ب500، إلا أن شيخنا الألباني رحمه الله يضاعفها، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا ب4 صلوات في الأقصى. أما وأن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ب1000، ف1000 تقسيم 4 يساوي 250. والله تعالى أعلم. أحبتي في الله، هذا الكلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة قاله حذيفة بن اليمان. قاله لمن؟ قاله لعبد الله بن مسعود. هل أقره ابن مسعود؟ الجواب لم يقره. اسمع معي بارك الله فيك. ورجح العلامة الألباني رحمه الله أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لحديث حذيفة رضي الله عنه، ولفظه عن أبي وائل قال: قال حذيفة لعبد الله يعني ابن مسعود: الناس عكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا وأخطأت وأصابوا. وهذا ثبت عند البيهقي والطبراني في الكبير وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. وهذا بارك الله فيك لا يوجد موافقة فيه من عبد الله بن مسعود لحذيفة، فهو يصوب، عبد الله بن مسعود يصوب فعل المعتكفين ولم ينكر عليهم ذلك. نعم، ففتواه خلاف ما كان عليه حذيفة. فعن شداد بن الأزمع قال: اعتكف رجل في المسجد في خيمة له فحصبه الناس. قال: فأرسلني الرجل إلى ابن مسعود فجاء عبد الله وطرد الناس وحسن ذلك. فلم يكن لعبد الله أن يخالف الحديث لو ثبت ذلك عنده. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لو ثبت عند عبد الله بن مسعود لأخذ به، أما وأنه لم يثبت عند ابن مسعود فلم يأخذ. هذا وقد وقع في بعض روايات الحديث عند سعيد بن منصور بلفظ: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال مسجد جماعة، هكذا على الشك. ثم إن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وهذا كله يدل على عدم صحة الاحتجاج بهذه الأحاديث على حصر الاعتكاف في هذه المساجد فقط. أي نعم، خلاصة القول، إذن الاعتكاف يا إخوان يكون في أي مسجد جامع. الاعتكاف يكون في أي مسجد جامع، وليس منحصرا في المسجد الحرام والنبوي والأقصى. ولا شك أن هذا يحمل على الأفضلية. يحمل على الإيه؟ على الأفضلية. طيب بارك الله فيك. متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه؟ بعض أهل العلم يرون أن المعتكف يدخل قبل غروب شمس اليوم 21، قبل غروب شمس اليوم 21، مستدلين على ذلك بأنه ورد في الحديث أنه اعتكف عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر، والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس. وكذلك يرون خروجه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. والصحيح أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم العيد. يبقى إذن يا إخوان الذي يترجح والله تعالى أعلى وأعلم أن المعتكف يدخل ليلة 21. ليلة إيه؟ 21، يعني قبل غروب
شمس اليوم 20 يدخل المعتكف معتكفة، لأن قد تكون ليلة 21 هي ليلة القدر، قد تكون ليلة 21 هي ليلة القدر. ومتى تبدأ الليلة؟ إذا غربت شمس اليوم 20 بدأت ليلة 21. انت مش منتبه، انت الأخ مش منتبه معايا، انتبه. أقول ليلة 21 قد تكون هي ليلة القدر، هذا في علم الله. فيوم يوم 20 ينتهي بغروب شمسه، وإذا غربت شمس اليوم 20 بدأت ليلة 21 وقد تكون هي ليلة القدر. فأنت أيها المعتكف تدخل المعتكف قبل غروب شمس اليوم 20 لتحضر ليلة 21 من أولها، بارك الله فيك. طيب متى تخرج؟ إذا قالوا أن العيد عيد الفطر غدا لك أن تخرج، والأولى جائز لك أن تخرج، والأولى أن تخرج من معتكفك إلى مصلى العيد. تعمل إيه؟ هتقص أظافر يديك ورجليك وتحلق العانة والإبطين وتغتسل في المسجد وتتعطر وتتبشر وتلبس الحتة اللي على الحبل كما يقولون، الثوب الأنيق الوسيم، وتذهب تخرج من المسجد إلى المصلى وأنت تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأتركك عند خروجك من معتكفك في المسجد إلى مصلى العيد، وسأعود إليك في الغد إن شاء الله تعالى. أقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.